في ايه يا ولاد؟ ده تالت مرة اسجل. ده انا تعبت وانا عندي برد الصراحة. كل سنة وانتم طيبين. ازيكم؟ هاي هاي على الحلوين الجميلين الامورين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه مش عارفة اقول ايه. الست دي اسمها هبة. طالعة بتحكي وبتشكي، وانا مش عارفة ليه هي بتعمل كده. هي اكيد زي كل اليوتيوبرات وكل البلوجرات عايزين شهرة. فما لقيتش طبعا، هي ما عندهاش محتوى ايه، كنس ومسح، وهي ده اللي بيعرفوا يعملوه الصراحة. يعني ايه عندهم تاني؟ بس فهي ايه، فكرت كده بينها وبين نفسها، قالت اعمل ايه؟ اعمل شو على مين؟ على سمعة ولادي. هو كده اطلع الم مشاهدات ولايكات، والقناة الريتش يعلى ويضرب، واللي ما يعرفنيش يعرفني. انا واحدة من الناس عمري ما شفتها ولا عرفتها، وشوفتها وعرفتها بالفضايح الصراحة. هم كلهم كده، ما بتعرفوش إلا لما بيعملوا فضايح. المهم طلع توصف ان في علاقة آسمة، هقول كده يعني، علاقة وحشة بين ابنها الكبير وبنتها. والظاهر البنت كمان يعني هي حابة وراضية يعني. هي من حكاياتها كده، كلام مش من عندي، من عندها هي. و... ودايما بتشوفهم في أوضاع مخلة، وحاطة بنت اهي وولد تاني الناحية التانية، وبنت 4 سنين بتحكي وبتشرح وبتوصف يعني، وقالع ولقيته نايم عليها، وكلام يعني ما يتقالش قدام أطفال. يعني بتقول لهم تعالى يا واد انت وهو، تعالى يا بنت، تعالى يا واد، اسمعوا وتعلموا من اخواتكم ايه اللي عملوه، وتعلموا واعملوا. بس هقول لكم دي مثلا المفروض، هقول ايه، هقول دي المفروض يتسحب منها العيال دي الصراحة. يعني هي ما عرفتش تربي الاولانيين، هل هتعرف تربي الاتنين دول؟ التلاتة دول قالوا، بتقول في رابع كمان. هيطلع زي اخوه يعني، هيطلع زي مين يعني ان شاء الله. آه بس بقى يا جماعة، وايه، جاب يوتيوبر قال، ما هو طبعا يعني هتبقى معرفته ايه، ما هو معرفته كده يوتيوبر بيحكي له عنها هي نفسها، وبيوصف له امه نفسها. يمكن انتي، استغفر الله العظيم يعني، طب شوفي نفسك انتي. الواد اللي بيعمل كده، هقول ايه بس. المهم انا مش فاهمه هي ليه طالعه بتعمل كده. انا ما عنديش تفسير غير ان هي طالعه يعني، هي خلاص حرقت كل الكروت. هي اكيد مش عايزه تقلع زي اللي بيقلعوا بيتشهروا بالقلع والبتاع. فقالت يعني ارمي كده حكايه، الواد والبت فيهم كذا وفيهم كذا وبيعملوا كذا، وبيحكي عني انا شخصيا كلام وحش. يعني انا شايفه ان دي تربيتك انتي، وده نتيجة تربيتك انت. لو قاعدة وشايفة ولادك كويس ومراقباهم كويس ومعلماهم كويس، مش هيعمل كده ومش هيحصل كده يعني. في ياما عيال كتير في البيوت يعني، ما سمعناش الحكايات دي الا منك انت. بس فانا بقول يعني، فين مجلس الامومة والطفولة مثلا منها دي؟ العيال دي كان في طرق تاني انها تتربى بيها، ان هي تحصل جلسات تقويم سلوك، حاجات كتير يعني، في طرق كتير غير اللي هي طالعة تعمله ده فضايح. بس بقى يا حبايبي، انا مش عارفة بيحصل فيا كده ليه. ليه تيجي لي حاجات زي كده مثلا؟ ليه تيجي لي واحدة زي كده؟ ما هي دي مش هتوصلي الا منكم انتوا، بلايكاتكم انتوا، وبان انتوا بتنشروا بتنشروا حاجات زي كده. بس بقى، دي زي اللي قلعت بالظبط. دي فضحت نفسها، والتانية بتفضح نفسها، ما فيش فرق بينها وبين اللي بتقلع برضه. بس يا حبايبي يا حلوين، اشوفكم بقى في فيديو جديد. سلام، باي باي.